رمز بمعنى مختلف. أشعلت في الدنيا غضب حتى حمامي قد عرف، والناس في فوضى هنا. أقيم اليوم في مدينة البيرة مهرجانا تضامنيا مع الأسرى في السجون الإسرائيلية بحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض وعدد كبير من القيادات الفلسطينية وأعضاء المجلس الثوري لحركة فتح، وحشد كبير من أهالي الأسرى في السجون الإسرائيلية والمتضامنين معهم. الواجب الوطني يقتضي على كافة فئات الشعب الفلسطيني وكافة القطاعات بالمشاركة بشكل فعال وبشكل كبير في هذه المعركة التي تخوضها الحركة الوطنية الأسيرة ضد أعتى قوى الظلم والطغيان في المنطقة. ونعتقد أن مساندة الإخوة المضربين عن الأكل منذ فترة طويلة يكتسب أهمية استثنائية وأساسية في تحقيق انتصار وإنجازات لهؤلاء الأخوة المناضلين الذين كما قال عنهم الأخ الشهيد الرمز ياسر عرفات أن خيرة أبناء شعبي في السجون. أحيي صمود الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال اللي بيجاهدوا في الأمعاء الخاوية، بقول ربنا ينصركم وإحنا معاكم وقلوبنا معاكم وكل الشعب معاكم، إن شاء الله أنتم منصورين إن شاء الله، وبتطلعوا بإذن الله كريم جميع الأسرى الجميع. في خيمة التضامن في مدينة البيرة المقامة في ساحة الحرية، أعلن 15 شابا من الأسرى المحررين إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم السابع على التوالي تضامنا مع الأسرى المضربين في السجون الإسرائيلية والذين يواجهون بأمعائهم الخاوية احتلالا كل همه القتل والاضطهاد. بكل تأكيد المسألة مرتبطة بذاتنا الفلسطينية، بارتباطنا المعنوي مع إخواننا الأسرى الذين يدافعون عن كرامتنا وعن حريتنا، مع إخواننا أبطال يعني بيعانوا الآلام. طبعا كافة إخواني الموجودين هون هم أسرى محررين، بالإضافة لأختنا العزيزة هم أسرى محررين كابدوا آلام السجن والسجان، يعون جيدا حجم الظلم الواقع على أسرانا البواسل، يعون جيدا مدى التسلط والإجبار وصيات الجلاد وكساوتها على أسرانا البواسل. وبالتالي يعني كان وضع طبيعي من الثلة من هاي الإخوة المناضلين الذين تشابكوا مع الاحتلال في داخل السجون إلى جانب إخوانهم الموجودين الآن أن يكونوا إلى جانبهم حتى وهم في الخارج. لم يجد أهالي الأسرى أمامهم سوى أن يكونوا حاضرين في خيمة التضامن مع أبنائهم وإخوانهم الذين يقارعون جدران السجون الإسرائيلية متحديين بأمعائهم كل جنود الاحتلال. يكون هنا بأمعائهم الخاوية تضامنا مع إخوانهم في مغبة سجون الاحتلال الإسرائيلي ليسطروا بيومهم السابع نهجا مستمرا نحو حرية الأسرى وتحقيق مطالبهم العادلة. لمفوضية الإعلام والثقافة أحمد براهمة من ساحة الحرية في مدينة البيرة.